اهلا بيكم. انا امنيه، وقبل ما اقول لكم القناه دي عن ايه، خليني اقول لكم هي مش عن ايه. دي مش قناه تطوير ذاتي بالمعنى التقليدي. مش هتلاقي هنا عناوين زي 5 خطوات تكون بيهم مبسوط، او ازاي تبقى غني في 30 يوم، او ازاي تحقق اول مليون في اسبوع. صراحه انا مقتنعه ان الحياه مش دايما سهله، والطريق معقد، وان النصايح دي غالبا بتضر اكتر ما بتنفع. بتخلينا نحس بالفشل لو ما طبقناهاش ونجحنا. هنوصل وننجح، لكن بسعي مش بحظ، وخصوصا لو انت جيل اول. لفترة طويلة من حياتي كنت بحس ان انا عاملة زي الراديو اللي بيحاول يجمع اكتر من ارسال في نفس الوقت. ارسال بيقول جربي، ابدأي، انجحي، حققي كل حاجة، انتي قدها، هتوصلي. محفز وبيشجعني حلو، بس صوته عالي وانا بحاول اجري. وارسال محطة تانية صوتها واطي شوية، بتقول انتي لسه تايهة، مش عارفة الطريق صح ولا غلط، مش متأكدة أصلا، حتى لو دخلتي الطريق الصح مش هتعرفي ازاي تتعاملي فيه. صوت واطي بس عامل دوشة كتير. كنت دايما بعيش في صراع بين صورة الشخص الناجح اللي أنا عايزة أكونه، وبين حقيقة الشخص اللي أنا عليه دلوقتي، اللي لسه بيتعلم وبيجرب ومش بيستسلم. ممكن يفضل في نفس النقطة بسبب تخبطات التجارب فترات طويلة، بس بعدها بيقوم ويكمل، لسه بيحاول. واكتشفت إني مش لوحدي. بعد أبحاث كتير اكتشفت إن أغلب الناس الطموحين عايشين بنفس الصراع. ومهما كان عندك معرفة وعلم وخبرة، شايف برضو إن لسه قدامك كتير ومكمل سعي. ده حلو، بس المشكلة إنك أكتر علم ومعرفة وخبرة وقيمة من غيرك، وغيرك بدأوا ووصلوا. أنت بس متردد تبدأ، لسه شايف إن ناقصك حاجات كتير، شايف إن ناقصك معرفة وخبرة كبيرة، وده اللي معطلك، في حين إنك محتاج تبدأ وتجرب بس. كل أسئلتنا، مخاوفنا، شكوكنا متجمعة على ورق ما بيتشافش، لأن محدش عمل لنا مساحة آمنة نتكلم فيها عن المنطقة الرمادية، المنطقة اللي بين البداية والوصول، اللي بين الفكر والإبداع، بين النجاح والفشل، بين القوة والضعف، بين الطموح والخوف، وخصوصا بين لحظات الضعف والاستسلام. بين هجرب تاني وتالت وللآخر يمكن أنجح المرة دي، ولو وقفت دلوقتي ممكن تكون المرة الجاية هي اللي هنجح فيها، وبين المحاولة الأخيرة بدون دراسة عميقة، لو ما نجحتش المرة دي مش هكمل. القناة دي هي محاولة مني لصنع المساحة دي. أنا مش هنا علشان أقدم حلول سحرية، أنا هنا علشان أسأل معاكم الأسئلة الصح، ونوصل للإجابات الصح، ونسمع المنطق والمشاعر، الاتجاهين مع بعض. القناة دي هنتكلم فيها على كل الأركان اللي نتخيلها، كل الأركان المتعلقة بالمنطق وبالإبداع وبالشغف. يعني مثلا عندنا ركن المراية، هنبص في المراية ونعترف بالحاجات اللي بنهرب منها. هنتكلم عن الخوف من النجاح، مش بس الخوف من الفشل، عن علاقاتنا المعقدة بالفلوس، وعن حقيقة إن الطموح ممكن يكون مؤذي لو مش متوجه صح. هدفنا هنا الوعي الذاتي بدون جلد للذات. وركن تاني معانا هو ركن صندوق الأدوات العقلية. هشارك في الركن ده بنماذج تفكير كتير غيرت في حاجات كتير في حياتي أنا شخصيا. يعني دي مش مجرد نصايح، دي طرق تفكير هتساعدك تحلل أي مشكلة وتشوفها من زوايا مختلفة. هتعرف ازاي تفكر باستراتيجية في كل حاجة في حياتك، ازاي تبني علاقات صحية، وازاي تدير طاقتك مش بس وقتك. ده غير ركن فلسفة الحياة العملية. هنتكلم عن الأسئلة الكبيرة العميقة. يعني ايه النجاح بالنسبة لك انت، مش بالنسبة للمجتمع؟ ازاي تلاقي التوازن بين شغفك ومسؤولياتك؟ ازاي تبني حياة ليها معنى، مش مجرد حياة شكلها حلو على الانستجرام؟ ازاي تبدع وتكون مميز باختلافك، وتبتكر اكتر، وتبني اثر حقيقي وفلسفة خاصة بيك. باختصار القناة دي مش خريطة طريق. يعني لو انت بتسمع الفيديو ده وانت عايز قناة تقولك 1 2 3 اعملهم هتوصل لكذا، فللأسف مكانك مش هنا. لان احنا هنا عايزين اللي عايز يحلل نفسه صح، يعالج اللي فات، ويشتغل على الجديد بطريقة صح، يتصالح مع نفسه، يفهم نفسه من جوه بشكل أعمق، ويبقى عنده قدرة وطاقة إن هو يبني للجديد. مش عايز حلول سريعة تناسب أي شخص وخلاص، لا، هو هيبني حلوله المخصصة ليه، وهنمشي معاه الطريق أول بأول وخطوة بخطوة. لأن القناة دي هي البوصلة وصديق الرحلة اللي هتساعدنا نرسم خريطة طريقنا بنفسنا، الخريطة المناسبة لينا احنا،
هنبني فيها مساحة للتفكير العميق والنمو الحقيقي والتصالح مع إنسانيتنا الكاملة. هنسمع فيها صوت تاني شبهنا غير الصوت اللي بيكسر فينا. فلو انت شخص بتدور على إجابات أعمق من الإجابات السطحية، ولو بتدور على مكان تحس فيه إنك مفهوم ومقبول زي ما انت، واختلافك في نجاحك وشغفك مسموع ومتشاف، ولو مستعد تبدأ رحلة استكشاف للذات بجدية وشجاعة، فمكانك هنا معانا، لأنك جزء من الرحلة دي. أهلا بيك في مكانك. يهمني أسمع اقتراحاتكم وأقرأ تعليقاتكم دايما. سلام.